منيو أكلات الأسبوع عملي مفيش حيرة بعد كده. هاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا. أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهات. يلا يا أمارات، 7 أفكار ل7 أيام نتابع فيهم 7 أكلات يمكن فكرة منهم تناسبك أو تعجبك. أول يوم معايا أول فكرة دي يا بنات كنت عايزة اعملها قبل المدارس. الفيديو ده يا بنات اللي فيه الطريقة بتاعة الأكلة القمر دي بتاع فيديو يعني بتاع امبارح. لو انت دخلتي الفيديو بتاع امبارح هتلاقي الأكلة دي بكل تفاصيلها، طريقة غسيل الكوارع وطريقة كمان تسويتها وكمان طريقة غسيل الممبار وخلطة الممبار. كانت أكلة جبارة بجد حلوة جدا. وهقولك السر اللي بيخليلك شوربة الكوارع لونها كده وطعمها يجنن. وكمان عملت فتة والممبار القمر بتاعنا ازاي استوى بسرعة وازاي تغسليه كويس قوي. وكانت الاكلة بتاعتنا الممبار والكوارع والفتة وصلصة الفتة بقى والبيبسي وقعدنا اديناها. حاولت على قد ما اقدر ان انا اعمل الاكلة دي قبل الدراسة وقبل المدارس، عشان اكيد لما بتيجي المدارس كلنا بننشغل يا بنات، بتبقي عايزة تعملي أكلة سهلة أكلة سريعة بنودي الأولاد المدرسة بنوديهم الدروس، وبتيجي بقى عاملة زي الفرخة الدايخة ولا إيه. كانت أكلتنا الأولانية زي ما قلتلك كده يا قمراية، الكوارع والممبار والفتة. يلا بينا نروح على الأكلة التانية أو الفكرة التانية وهي إيه؟ المكرونة. ما ينفعش يا بنات يفوت أسبوع من غير ما أعمل لي كده إيه، بصي بقى، مكرونه قمر. اذا كانت بقى مكرونه محمره او مكرونه بالصلصه، بصي اللي تحبي تعمليه اعملي. وكمان كنت عامله كبده عصافيري ودي الطماطم المخلله والبيبسي والكاتشب. زي ما قلت لك عايزه توفري تحطي بقى طبق المكرونه القمر عليه حبه كبده كده من فوق، ما تخليش الكبده لوحدها تهدر معاكي، لا كل واحد طبق مكرونه وعليه حبه كبده مع بقى كاتشب مع مايونيز. تقدري تجيبي كيس شيبسي، تقدري تحمري طبق بطاطس، براحتك خالص. بصي الاكلات دي من اختيارك انت، وكمان نوع المكرونه زي ما انت تحبي. يلا نروح على الاكله اللي بعد كده، اكله اقتصاديه وموفره للميزانيه، شوربه العدس او العدس بالشعريه. بصي اللون والجمال والطعامه، بجد كانت اكله جباره. كان بقالي كتير جدا ما عملتهاش فعملتها يا بنات، واليوم ده بجد بصي اديناها بقى 7 وبيبسي وبصي ما رحمناش نفسنا. عملت العدس بطريقة سهلة وسريعة، ولو دخلتي في الفيديو بتاع الطريقة هتشوفي سر اللون القمر ده. هسيبلك لينك الفيديو في صندوق الوصف. كمان الجرجير القمر بتاعي وكمان البصل بالخل، والعيش بقى كان بيتحمص في الفرن. اللي عايز عيش اللي عايز يشرب الشوربة كده، كل واحد براحته خالص. العدس من الأكلات الاقتصادية، ربع كيلو من العدس بس ب11 جنيه تقدري تظبطي بيه كل حاجه. التوابل بتاعتك بتحطي عليه بصلايه، بتحطي عليه بطاطستين، بتحطي عليه طماطمتين. ما كانش عندي جزر ما حطيتش طبعا جزر لان الجزر ربنا يهديه. والتوابل بتاعتنا بقى الملح والفلفل والثوم وكمان حبه كمون صغيرين، وتظبطي الاكله بتاعتك الجميله دي وكمان حبه كركم. بجد اكلتنا بتبقى لذيذه، ويا جمالها ويا حلاوتها لما الحله كده تبقى على النار وريحه العدس ماليه البيت. بجد بيعرفوه من وهم نايمين. 7 اكلات ل7 ايام، يا رب افكار تعجبك. وبما ان الشتاء داخل فالعدس ده اساسي عندنا في الشتاء يا بنات. يلا بينا نروح على الاكله اللي بعد كده وهي ايه؟ الطبيخ بقى. طبخنا ايه؟ عملنا بسله. انا بجيب كيس بسله يا بنات بدون جزر تماما، وبيبقى عندي بقى ايه، جزرايه نص جزرايه بقطعها عليه. لان لما باجي اجيب كيس البسله بالجزر بتحسي ان هو مسخوط كده، تلاقي الجزر فيه كتير، يعني البسله قليله قوي والجزر كتير جدا. فاحنا اصلا هنا كلهم ما بيحبوش الجزر، فانا بحط نص جزرايه او جزرايه صغيره اللي هي انا مع البسله، بتسكر طعم البسله وحلوه جدا. وتقدري كمان تستغني عن الجزر براحتك خالص. وهنا كمان كنت عامله وركين بيتقطع بقى الورك على 2، وعملت كمان رز بالشعريه. وكان غدانا بسله ورز بالشعريه والفراخ وقضيناها. كان يوم برضو حلو جدا. تقدري تستبدلي الرز بالشعريه برز ابيض،
رز حبة وحبة. تقدري كمان، في ناس كتير ملهاش في الرز وليها في العيش. يلا بينا نروح على الأكلة اللي بعد كده، والأكلة دي يا بنات أنا بحبها جدا جدا، وهي كفتة الرز. من الحاجات الموفرة جدا اللي بتقعد عندي يومين، لأن بجد بتتضاعف بالبطاطس، فبتقعد عندك حلوة اللهم بارك يومين. كانت حلوة جدا. وبرضه هسيبلك يعني الطريقة في صندوق الوصف. وكمان عملت رز بالشعرية، وكان عندي فلفل كده حامي كده حطيته كده قدام للي يحب، والبيبسي اللي ما بنستغناش عنه طبعا. وبرده زي ما قلتلك الرز براحتك، تقدري تستبدلي نوع الرز زي ما انت عايزة. وتقدري كمان ممكن تاكلي كفتة الرز بالعيش من غير رز ولا اي حاجة. يلا بينا نروح على الفكرة اللي بعد كده، وهي ايه؟ البانيه. البانيه برضو من الحاجات الموفرة. ده كنت جايبة ب50 جنيه بس بانيه، بجد اللهم بارك. ليه بقى؟ لما بروح مثلا اشتري البانيه بقول له قطعهولي رفيع، فاهماني؟ لو تخين هيبقوا حتتين 3، لكن كل ما القطعة تبقى رفيعة شوية اللهم بارك بتبقى حلوة قوي. كل واحد قطعة وخلاص على كده. عملت فرشة جرجير وحطيت بقى عليها البانيه والكاتشب، وكان جرجير لوحده. وكمان كان عندي رز بسمتي عملته. تقدري تستبدلي الرز البسمتي برز مصري عادي، وتحطي الكركم عشان يبقى لونه اصفر كده وجميل. اهي يا بنات كانت اكلتنا حلوه جدا براحتك خالص. تقدري كمان تستبدلي البانيه، تجيبي ربع كيلو لحمه مفرومه وتقدري تعملي كفته الحيتي، يبقى كفته ورز، فاهماني؟ يعني براحتك خالص. الحاجه اللي انت تقدري تستبدليها زي ما انت عايزه. يلا بينا نروح على الاكله اللي بعد كده. الاكله دي يا بنات بتنجزني، بجد بتنجزني لما بكون يعني مثلا ايه ورايا حاجه، اليوم مضغوط، إيه عايزه حاجه سهله، ببتدي على طول اعمل صينيه بطاطس. صينيه بطاطس دي يا بنات بدون طماطم. وكمان كنت جايبه بقى دبابيس، 5 دبابيس كده يا بنات، فكنت جايباهم على القد، يعني كل واحد دبوسه وخلاص. تقدري كمان ما تعمليش الدبابيس، وتقدري تعملي مثلا البطاطس والرز ومعاها مخلل وخلاص على كده. براحتك خالص، تقدري توفري وتدبري وتظبطي انت الميزانيه بتاعتك. بس انا بالنسبه لي الدبابيس بتوفر معايا شويه. طماطم مخلله، هي طماطميه واحده عليها حبه ملح، فلفل اسود، كمون، حبه خل، وحبه خضره كده صغيرين، وبتبقى حلوة قوي مع الأكلة. البطاطس بتاعتنا بدون طماطم يا بنات، بالماجي كان فيها طماطمايه واحدة بس، بصلايه، فلفلايه رومي، حاجات كده على قد الإيد. وتقدري تعملي صينية البطاطس براحتك خالص. تقدري تعمليها تكفيكي يومين، وتقدري تعمليها تكفيكي يوم واحد بس، زي ما انت تحبي. 7 أكلات ل7 أيام. أفكار منيو أكلات الأسبوع عملي يا بنات. لو استفدتي ولو بفكرة واحدة بس، ما تنسنيش في اللايك. ولو مش مشتركة عندي يسعدني ويشرفني تنوري الدنيا وتشتركي عندي في القناة. وما تنسنيش في الكومنت الحلو منك. وباي باي يا أمارات.